في حد كاتب لك كومنت انا محتاج ادخل سعرات قد ايه عشان اخس، وانا برضو عايز اعرف. ماشي، احنا اول حاجه محتاجين نعرفها انت محتاج اصلا قد ايه سعرات في اليوم، وبعد ما نحسبها اقول لك تشيل منهم قد ايه عشان تخس. هات بقى ورقه وقلم واي حاجه تحسب بيها. ادي الورقه وادي القلم وادي الحاجه اللي احسب بيها. اول حاجه هتضرب وزنك في 10. تمام، انت وزنك كام؟ وزني 80. يبقى كده 80 في 10. شيل بقى الرقم ده على جنب. ادي شلنا 800 على جنب. حلو، وبعديها ايه؟ تاني حاجه هتضرب الطول بتاعك في 6.25. وادي طولي في 6.25 وده الرقم اللي طلع لي. حلو، الرقم اللي طلع لك ده بقى هنزوده على الرقم اللي احنا طلعناه في الاول. ماشي، يبقى كده ده زائد ده يساوي. هنشيل برضو الرقم ده على جنب. ادي نشيل الرقم على جنب. تالت حاجه هتجيب سنك وتضربه في 5. العمر في 5. الرقم اللي طلع لك بقى هتنقصه من الرقم اللي احنا طلعناه من شويه. هننقصه من الرقم اللي احنا شلناه على جنب. في حاجه تاني ولا خلاص كده؟ الرقم ده بقى لو انت ولد هتزود عليه 5، ولو انت بنت هتنقصي منه 161. ماشي، يبقى احنا كده هنزود عليه 5. حلو قوي، حلو. احنا كده طلعنا البي ام ار اللي هو معدل الحرق من غير ما نعمل اي مجهود. هناخد بقى الرقم ده ونضربه في معدل المجهود بتاعك. لو انت معدل المجهود بتاعك قليل وما بتتمرنش خالص هتضرب الرقم ده في 1.3، ولو انت بقى معدل المجهود بتاعك متوسط اللي هو بتتحرك شويه وبتتمرن 3 4 ايام في الاسبوع هتضرب الرقم ده في 1.4. يعني انا ممكن يكون معدل مجهودي متوسط مثلا، ولو انت بقى معدل المجهود بتاعك عالي وبتتحرك كتير وبتتمرن كتير هتضرب الرقم ده في 1.6. يبقى انا كده هاخد الرقم ده واضربه في 1.4. هخس كده يعني خلاص ولا ايه؟ وكده احنا نكون طلعنا السعرات اللي انت لو دخلتها ولا هتخس ولا هتزيد. عشان تخس بقى تاخد الرقم ده وتنقص منه 500. هشيل منه 500. خلاص ولا ايه؟ ده الواحد كده محتاج يذاكر عشان يعمل المعادله دي، وكده يبقى مبروك عليك الخسسان. ماشي يا عم، المهم بس ان انت ما تنساش ان التفاصيل بتفرق.